موقدان تقليديان لا بد من توفرهما لكي تتواصل الحياة بشكل شبه عادي، الأول للطهي والثاني لتسخين الماء من أجل غسل الملابس. وفي التنقل بينهما وبين باقي غرف المنزل تقضي النسوة والأطفال اليوم حركة على مدار الساعة تمد الجسم بالطاقة اللازمة. الصابون صعيب عندنا، إلا ما كاين العواد باش نسخنوا الماء ما كنصبنوش، حين ما عندناش العواد هنايا. حفيظة وبعد أن تطمئن على البيت تنزل إلى الطريق المؤدية من وإلى أكيمدن، وبمطعميها تشرع في مهمة مد الزوار بالدفء بأطباقها المحلية المتميزة. كنا في أكيمدن قتلنا برد مساش بانا قتلنا البرد وجينا بنتنا العافية هنايا السخونية والخبز سخون. ورغم تأثيره السلبي على الحياة العادية يشكل انخفاض درجات الحرارة بالنسبة لساكنة المنطقة مناسبة مرحبا بها، لأنه يساعد في تماسك الثلوج وبقائها لمدة أطول، الشيء الذي ينعش الحركة السياحية والتجارية ويحسن بذلك ظروف عيشهم.